عمر الجزاوي. اتفضل قهوة والعرقسوس. اتولد سنة 1917 في أبو تيج في أسيوط. وفي الأول عمل في المعمار. الجماعة اللي كان ما كانش في زمان في صبة والونش والصب اللي كانوا بالجروانة. ناس تعبى في الجروانة تشيل على كتفها ويصبوا على السقف ده ويطلعوا على السجاير. يعني كانت شغلانة متعبة جدا. هو كان شغال في الشغلانة دي وكان بيغني مع العمال، يغني للعمال وهو شغال بالجروانة ده. وبعدين سمعوا واحد كده من المجاولين فطلب منه يجي يغني في فرح بنته، فراح وغنى وعمل هيصة ساعتها اتشهر. كان كل اللي عنده فرح يجي يروح للمقاول بتاعه ويقول له النبي بعت لنا عمر الجزاوي ده يعمل لنا اللي في فرح بنتي. ومن هنا انطلق بقى. وبعدين ناس قالت له انت تروح الكازونات في شارع الهرم عشان يبقى ليك نمرة ثابتة. وفعلا راح كازونات الهرم وبقى نمرة ثابتة. وبعدين عمل فرقة، يعني ابتدى يكبر شوية بشوية لحد ما خطفته السينما بقى وبقى نجم بقى. سافر جميع الدول العربية، عارفة كل الدول العربية راح بالفرقة بتاعته لما كان معاه فرقة. وراح الدول الأوروبية إيطاليا وألمانيا وفرنسا. بس أكتر بلد راح بيها فرنسا. وكان بيقدم نمر كتير في فرنسا ويروح يرجع فرنسا لحد ما الفرنسيين عملوا له صورة على علبة الكبريت بتاعتهم. شفتوا النجومية وصلت لحد فين. وكان بيقدم حاجات ساخرة على الملك وبتاع. فقالوا له انت كده هتتضرر وبتاع. برضه مرضيش يوقف البتاع ده لحد ما وقفوه. وبعد الثورة في 52 رجع تاني للغنى. في يوم كان مسافر كده بالعربية بتاعته وقعت في المية. السواق نط منها وسابها تنزل في المية. قعدت في المية فترة الله أعلم كام ساعة. المهم الناس طلعوا العربية لو ميت في العربية. خدوه ودوه المشرحة والدكتور اللي داخل هيشرح هو واللي معاه لقوه قام على البتاع ده المشرحة وقعد على حاله. جالهم ذهول، يعني يعتبر مات مرتين. المرة اللي مات فيها دي وصحي، والمرة الأخيرة اللي مات فيها التاني. اتجوز 10 مرات. من الأولانية خلف 3 بنات و4 ولاد، أو 4 بنات و3 ولاد. وخلف من واحدة لبنانية ولد. وجوازاته كتير، حتى جوز واحدة فرنسوية، واحدة ألمانية، واحدة إيطالية. الراجل يعني كان بيشكل. الله يرحمه. تعالوا اشرب عرقسوس من غير فلوس واعملوا له لايكات. ناس كانت بسيطة كده، بيلبس الجلابية ويغني بالجلابية والطاقية اللي بيلبسها دي، وكانت الناس بتحبه. اعملوا لايكات بقى.